خلال رحلتي الاخيره بالعجله للاقصر واجهني عطل خلاني ما اقدرش اكمل الرحله بالعجله وكملتها كلها مواصلات. هو العطل كان صغير ولكنه كان مؤثر في العجله، وهو ان بعض سلوك الطاره اتكسرت. فالنهارده هنتكلم عن بعض المشاكل اللي ممكن تواجهك في الرحله وازاي تقدر تحلها مع كريم قاسم. النهارده يا اصحابي هنتكلم عن الاعطال اللي بتقابلنا خلال السفر، وهي بتبقى اعطال خفيفه، وهنشوف العد اللي احنا بنحتاجها عشان نصلح بيها الاعطال دي. هو اصلا من المفترض ان احنا قبل ما نسافر بنعمل تشيك اب على العجله عشان ما يقابلناش اي عطل ضخم ما نقدرش نتحكم فيه وممكن يخلي الرحله كلها تتكنسل. ودلوقتي هنشوف ايه هي العد اللي احنا محتاجينها وايه الاعطال اللي بتقابلنا. النهارده يا اصحابي هنتكلم عن اول عطل بيقابلنا اللي هو الخط. فانا اول حاجه بحتاجها يا اما يكون معايا كاوتش سبير، يا اما يكون معايا العده اللازمه للحام، وهي بتبقى بتتكون من الاتي: 2 لافيه، انبوبه سيليسيون، عدد كافي من الباتشات، صنفره، وما ننساش معانا المنفخ. وفي كمان عطل بيقابلنا ممكن اصلا الكاوتش من بره الخارجي يفرقع، فانا ممكن احتاج معايا كاوتش خارجي عشان نشوفه كده مع بعض زي ما انتم شايفينه. كاوتش خارجي عشان لو قطع معايا او حصل له حاجه اقدر اكمل الرحله بتاعتي. تمام، ده اول عطل بيقابلنا. تاني عطل بيقابلنا اللي هو ممكن في سلوك تتكسر في الطاره، فانا لازم اغير السلوك دي، فلازم يكون معايا عدد كافي برضك من السلوك، يعني 3 4 سلكات، ويكون معايا الهراسه او القراصه زي ما الناس بتسميها. في عطل تاني بيقابلني اللي هو ممكن السلك بتاع الفرامل يتقطع او الواير بتاع الشفطر. تمام. برضك في حاجه تانية ببقى محتاجها اللي هي الالانكيهات، بيبقى في الانكي 4 والانكي 5 والانكي 6، ودول بحتاجهم برضك لان انا ممكن اظبط مقاس الجالون، اوطي الكرسي اعليه، وحاجات تانية بنحتاجها اكتر. يعني المفاتيح الالانكات دي العجله ساعات بتحتاجها. برضك ما ننساش ان احنا ناخد معانا مفك، لان ساعات بحتاج ارجلش الجشمه الاماميه او الجشمه الخلفيه، في ممكن سنه ما بتجيش، سنه بتيجي بزياده، فبضطر ارجلش بالمفك العادي. وبرضك ما ننساش برضك الزراديه، هي ممكن عشان لما اجي احتاج ان انا اقص حاجه ادق على حاجه، فلازم تكون برضك معايا زراديه. صاموله ملهاش مقاس لاي مسمار، فانا بضطر استخدم فيها الزراديه. في حاجه تانية برضك بتحصل لي عطل، بيبقى عطل صعب شويه، ان هو ممكن الجنزير يحصل فيه اي عطل، اتقطع، عايز اركبه تاني كده. ففي ناس بتروح تجيب حاجه اسمها زرجينه، ممكن الزرجينه غاليه ومش قادر، فانا بستخدم على قد ما بقدر، ممكن اجيب مسمار وصاموله وبستخدمها بكل سهوله عشان اقدر اطلع البنز ده او اركبه تاني بكل سهوله. بجيب الصاموله واجيب الجنزير، بنام العجله على جنبها، وبجيب المسمار وبدق على طرف البنز دقتين 3 لغايه لما يتخلع خالص. هيطلع بالمنظر ده كده اهو، بيخش هنا. احنا بنحط صاموله عشان يطلع كده. طبعا بطلع الجنزير بكل سهوله من هنا اهو، هو كان بيبقى راكب، بطلعه كده بيطلع معايا. بشوف انا بقى هشيل عقله او هزود عقله، وبعد كده برجع اركبه تاني. نفس الفكره بعملها بس بالمشقلب. بحط بقى الصاموله من تحت وبدق من فوق كام دقه لغايه لما يرجع مكانه خالص. بعد ما اخلص خالص بتك فوق وتحت شمال ويمين، بلاقيه رجع زي الاول تاني خالص. تمام. برضك بحتاج معايا المفاتيح، بحتاج معايا مفتاح 10 و13 و15 و17. الحاجات دي بحتاجها اذا كنت انا عندي ثبت او عندي قفص في العجله، فبحتاج الحاجات دي عشان اعملها. اذا كانت فرامل مثلا عايزه تتربط او تتشد، فبحتاج برضك مفتاح 10 و13 و15، والحاجات دي بحتاجها للظروف بتاعه العجله اللي هي بتاعه السره، وال17 برضك بحتاجهم. لازم يكون معايا عده بزياده عشان ما اجيش يحصل اي عطل ما وارجع اقول يا ريت الرحله ما باظت. يعني هي بتبقى يعني الرحله حلاوتها في ان انا بطلعها مره واحده، وان انا يقابلني حتى العطل واعمله بنفسي، دي تبقى قمه السعاده ان انا صممت وكملت كل الرحله بتاعتي. بس. شكرا يا كريم على المعلومات المهمه دي. اتمنى لكم رحله سعيده واشوفكم الفيديو الجاي.